يا ابني خليك في بيراميدز بتاعك، مالك ومال النادي الاهلي؟ مالك ومال لعيبة النادي الاهلي؟ وفتوح حط العقدة في المنشار لنادي الزمالك، يا تدفع يا اما معطلكمش. تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. اسلام الشاطر بيوجه رساله قويه وناريه لفتح الله. محمود فتح الله اللي شغال في بيراميدز مدير الكوره ولا شغال ايه هناك، اللي طالع في قناه تلفزيونيه بيقول لك عبد المنعم يستحق الاحتراف، عبد المنعم المفروض يحترف بره لان الدوريات العالمية تستحق هذا اللاعب، وبيحاول ان هو يضع السم في العسل علشان يخلي اللاعب يعني يسخن ويقول انا استحق ان انا احترف، انا مش عايز اقعد، انا عايز احترف بره، باسلوب يعني غير يعني سوي من شخص المفروض انت شغال مدير كورة في مكان المفروض مالكش دعوة بلاعبي الفريق الاخر او اي فريق موجود في الدوري. ومع ذلك انت طالع بتتكلم على لاعب وبتحرضه بشكل مباشر على انه هو يحترف خارجيا. فاسلام الشاطر بيرد عليك في هذا الصدد. اما الاخ فتوح ومفاوضاته مع نادي الزمالك، الراجل حط لهم العقدة في المنشار. انتوا ضحكتوا عليا قبل كده، انتوا بقيتوا لي فلوس قبل كده، انا ليا عندكم اكتر من 10 مليون، وانا ما ينفعش اخد 7 مليون ولا 5 مليون قيمة تعاقد زي ما كنت باخد قبل كده. يعني انا العقد بتاعي ب5 مليون، لا انا زي زيزو اللي بياخد 35 مليون. مش كده وبس، لا في حاجة اسمها منحة تعاقد، وانا قاعد معاك يا فندم تديني قيمة كبيرة من التعاقد. يعني هو عايز ياخد اكتر من 35 مليون، وهي ال 35 مليون اللي هم قيمة تعاقد زيزو وكمان 10 مليون قيمة فلوس متأخرة له. يعني هو عايز ياخد 45 مليون، ولكن الموضوع ارتفع لأكتر من كده، وميدو بيتوجه له صدمة على الهوا من موقف اللاعب، وابتدى بقى يضع الكرة في ملعب الناخبين او عفوا المرشحين لرئاسة نادي الزمالك. ولكن ابراهيم فايق بيكشف الموضوع من الالف للياء، وكمان مفاوضات النادي الاهلي مع اللاعب. مش كده وبس، لا ده في كمان نادي بيراميدز دخل على الخط ونادي زد، وانا هقول لكم على التفاصيل بعد ما حضراتكم تشوفوا الفيديو وترجعوا لي مرة اخرى. بس ما تنسوش وانتوا بتتفرجوا على الفيديو تدعمونا بلايك وشير. اول مرة تشوفوني، اول مرة تخشوا قناتي، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناة كل الاهلاوية على اليوتيوب. وبذكر حضراتكم ان انا سايب لكم لينك القناة البديلة الاهلاوية على اليوتيوب 2 عددها 39,000. اتمنى حضراتكم تشتركوا فيها لان بننزل هناك محتوى مختلف تماما عن المحتوى اللي بننزله هنا. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الحكاية من البداية للنهاية ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. حد يطلع يقول لك ايه احسن لعيب في الاهلي فلان، وانا رايي ان هو لازم على محمد عبد المنعم، يعني هو لازم يحترف. هو حضرتك محلل لاحداث المباراه، ولا انت مستشار فني لاداره النادي الاهلي، ولا انت وكيل لاعبين، ولا حكايتك ايه؟ يبقى لو بالكلام اللي حضراتكم بتقولوه يبقى فريق النادي الاهلي، يبقى بيرسي تاو لازم يحترف او يروح يحترف بقى في حته ثانيه غير النادي الاهلي، يبقى حسين الشحات لازم يحترف، ولازم محمد عبد المنعم، هو الكلام كان عن محمد عبد المنعم، وايضا ياسر ابراهيم بعد المستوى اللي ظهر بيه النهارده لازم ياسر ابراهيم يحترف، ومحمد الشناوي بما انه افضل حارس مرمى في مصر للخمس اربع خمس ست سنين الاخيره وافضل لاعب في افريقيا من الاتحاد الافريقي يبقى لازم يحترف. علي معلول ما ينفعش بقى يكمل في النادي الاهلي، مش هو ده، يبقى كل لعيبه النادي الاهلي، يبقى علي جنبي يحترف، يبقى مروان عطيه يحترف، ده احمد حسن كوكو كمان يحترف. وفي ايه يا جماعه؟ كل لعيبه النادي الاهلي عندهم مميزات وكلهم مميزين في اماكنهم، لكن هم في نادي كبير اسمه النادي الاهلي. بالمناسبه يعني اللي ما يعرفش، هيلعبوا في كاس العالم للانديه، ولعبوا قبل كده مره واثنين وثلاثه ودي رابعه ورا بعض، ولسه هيكسبوا بطولات خلال الايام القادمه. لسه مخلصين 5 بطولات، خسرنا بطوله في النص ولكن عشان بس العين. فانا نصيحتي للجميع او للمحللين، محللين المباراه، خليكم في التحليل، بلاش تلعب ادوار ثانيه. حضرتك بتحلل المباراه، تحلل الماتش. اشمعنى في اي فرقه ثانيه ما حدش يقدر يقول الكلام ده، او ما حدش بيتقال او ما بيتقالش هذا الكلام؟ اتفضل حضراتكم. بالمناسبه ما فيش مشكله ان اي حد عايز ينتقد اداء النادي الاهلي ينتقده، انت حر قول اللي انت عايزه، ولكن عندما تتكلم عن اللاعبين ولازم يحترف وفلان، يبقى كل اللاعبين دي لازم تحترف، ان هم لعيبه جامده. بالمناسبه هم مش لازم يحترفوا، هم محترفين في النادي الاهلي. طارق عنصر مهم جدا، وهو الاساسي
بنسبه كبيره يكون موجود السنه اللي جايه، بجانب ان فتوح عليه علامه استفهام كبيره جدا. مش عايز اتكلم في موضوع هيجي في الوقت المناسب ان نتكلم على فتوح، لانه طالب طلبات كبيره جدا 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 جوه نادي الزمالك، وطالب منحه تعاقد عايز الراجل وهو بيمضي ياخد فلوس من مجلس الاداره اللي موجود، وخيال انه بيتكلم باسمه مش احمد يحيى، وبيتكلم في مبلغ 60 مليون جنيه. الكلام ده اول مره، الكلام ده على مسؤوليتي ومعلومه مؤكده، وانا ما بقولش اي مليون، 60 مليون جنيه، وعايز ان هو قبل ما يمضي ياخد فلوس تعاقد كانه جاي لاعب من نادي تاني. النهارده بيقول لي نادي الزمالك لو انت هتجيب لعيب من بره هتجيبه بكام؟ فبالتالي انا اللي اعرفه ان فتوح طلب منها التعاقد بس مش رقم ده، الرقم زاد، كان 30 مليون، كان 30 مليون 25 30 مليون، لكن انا متاكد انه 30 مليون، بجانب ان العرض بقى 60 مليون. يبقى منحه تعاقد طلب وكان خياله قاعد، والناس من مجلس الاداره الجديد هو اللي بيتفاوض معاه. وانا شايف ان الطلبات دي صعبه جدا جدا. شايف ان فتوح لازم يعمل اعتبار لجمهور نادي الزمالك ويعتبر ان نادي الزمالك ده هو اللي عمله، ودي كلام انا باكده وكلام انا واثق فيه جدا. وانا بستاذن من كابتن عماد يعني اقول لكم رايي يعني في القصه، ان دي محاولات من البعض ان هم يبرروا ان لو فتوح مشي ان هو راجل طلب. الحقيقه اللي عندي ان فتوح طلب نفس الرقم اللي خده زيزو كمنحه تعاقد، وقال انا راجل لعيب دولي زيه ان انا راجل كذا كذا كذا. ودي اخر معلومه عندي. انت عندك معلومه زياده الضعف دي المعلومه اللي عندي، زياده بقت 60 مليون جنيه، وده رقم كنت بتكلم ودي ما كانتش ممكن الناس بتحاول ان هي تبرر نفسها ان هو ان هم يخربوا القصص دي، ان هو راجل ان هو الفتوح واللعيب ان هو يطلع اللعيب على المسرح قدام الجمهور. كل شيء جاهز، كل شيء. انا المعلومات اللي عندي ان فتوح ما طلبش جنيه زياده اكتر من اللي طلبه زيزو، وانا شايف ان ده عدل. برضه فتوح لاعب اساسي ولاعيب مهم جدا للزمالك، وطبيعي ان هو يقول لك ان انا ده ملف فتوح. هل هناك مستجدات في قصه فتوح؟ امبارح وقبل سفر فتوح لمنتخبنا الوطني مع منتخبنا الوطني الى المعسكر ان شاء الله باذن الله خلاص ابتدى الانطلاق النهارده بدايه ماتش زامبيا، والماتش الثاني ان شاء الله باذن الله هيبقى ماتش الجزائر. كانت القعده اللي حصلت مع فتوح وكيل اعماله احمد يحيى، وببساطه من احد الشخصيات المقربه جدا من المجموعه المرشحه في الوقت الحالي لانتخابات نادي الزمالك. هناك قوائم تعمل زي ما حضراتكم عارفين في دعائي لمرشح على التاني، بس انت فاهم اللي بالي واللي بالي فيه. فحصلت القعده وكان الكلام مع فتوح مبني على جلسات قبل كده، منها جلسه فتوح مثلا مع كابتن عبد الواحد السيد الاسبوع اللي فات، واللي ما وصلوش فيها لاتفاق نهائي، ما وصلوش فيها لاتفاق مرضي. فتوح جه في القعده دي وعنده طلبات ماديه، إن كانت الطلبات الماديه بتتلخص في منحه التعاقد. هو كان منحه التعاقد كانت بتدور في الحته بتاعت 30 35 مليون، الرقم ده بقى اكتر من كده بشويتين. الرقم اللي طلبه فتوح فيما يتعلق بمنحه التعاقد، هو عايز رقم بلك في ايده من التعاقد مع نادي الزمالك، تجديد التعاقد لمده 3 سنوات. فقال لهم ماشي مفيش مشكله، احنا مش هنختلف على موضوع التعاقد، ادوني رقم، والرقم ده رقم يعني كبير اكتر من 35 مليون بالمناسبه، وما عنديش مشكله في اي حاجه كده، نشوف الدنيا تبقى ماشيه ازاي. وكان الكلام استشهادا لما سبق قبل كده. فقال لا احنا ما حطيناش، احنا ما اتفقناش على الارقام دي، احنا قلنا لك لما نبقى بنتكلم مع بعض هنخانق على الارقام، فخلينا نقرب الدنيا شويه. راحوا وجم وراحوا، وظهر مقترحا جديدا يقضي بالتالي. ظهر مقترح جديد يقضي بالتالي. فتوح له موسم، فاضل له موسم، وهم عايزينه يجدد. فقال خلاص يجدد موسم واحد بس، يجدد موسم واحد بس، ويتعدل له عقده عن الموسم ده، ويتقدم له عرض بالموسم ده، بتعديل الموسم ده والموسم اللي بعده، عشان يخلصوا من فكره صداع الضغط المتعلق بمساله فتوح بقائه من عدمه، عشان ما يخبطش كرسي في الكلوب في وش اي مجلس جاي. فتعالوا يعني نشتغل على المقترح ده. طب هتدوا كام للراجل؟ هنديله 42 مليون او 40 مليون عن السنتين. خد في ايدك يا باشا كام؟ 20 مليون منحه تعاقد، ويبقى انا عدلت لك السنه دي والسنه الجايه بالارقام دي. فكان كلام فتوح قبل هذا المقترح برفض. يا جماعه انا عايز رقم في ايدي، انا على التزامات وعندي تفاصيل ماديه كتير، ويبقى البوليس عارف انه فتوح بيحضر معاه دائما واحد من الشخصيات المقربه اليه. هو الراجل بيجيبه معاه يقول لهم بصوا انا الراجل ده او بمثابه خالي، انا واخد منه مستلف منه فلوس قد كده،
هو بيحل لي مشاكلي كلها الماديه. فيا جماعه ريحوني من الناحيه الماديه، ودي طلباتي. فطلبات فتوح في القعده دي الماديه زادت عن القعده اللي فاتت. دول المقترحين اللي اتقدموا لفتوح في مساله تجديد التعاقد. لحد دلوقتي مفيش اتفاق، يعني لحد القعده بتاعت امبارح ما حصلش اتفاق، والقعده اللي قبلها برضه ما حصلش اتفاق. طيب سكه ودغري، سكه ودغري الكلام اللي بيدور كله على الامور الماديه، عشان بس ايه نبقى عارفين. يعني هو الراجل قال لهم انا يعني حابب عليا ان انا اقعد في الزمالك، بس ادوني فلوس، ادوني فلوس انا هبقى موجود. فهي يعني ماديه اتفاقات كلها ماديه بحته، لكن مفيش حاجه ليها علاقه بقى بمكانه اللعيب في الفرقه ولا كذا، كل ده خلصان. فاحنا واقفين عند الحته ديت. طيب انا عارف عشان انت هتبقى رابط دلوقتي الكلام ده بالاهلي ودخول الاهلي على المفاوضات او تواجد الاهلي في الصوره او ده اللي انا اقدر اقوله لك فيما يتعلق بالزمالك. فيما يتعلق بالاهلي وهل كان او هل هو بيتكلم مع فتوح في الوقت الحالي، فتوح عنده فرص مفتوحه، عشان اجيبها لك بس كده ايه بشكل اوسع. عنده فرص مفتوحه، خلاص عنده فرص مفتوحه. ولما اتسال في القعده بتاعت امبارح تعالى معانا يعني ايه سكه، يعني عشان نقول ده ايه اقرب طريق بين خطين هو خط مستقيم، بين نقطتين، اقرب طريق بين نقطتين خط مستقيم. فتعالى سكه، مضيت في الاهلي، مضيت في حته، مضيت في بيراميدز، مضيت في اي مكان، ان شاء الله مضيت يعني يبقى خلاص نبقى احنا عارفين. فقال لهم لا ما مضيتش في حته، قال لهم كده باللفظ ممكن يكون عندي فرص. فانا بصراحه يا جماعه عايز ابقى في ايدي فلوس، ما يجيش تيجي تقول لي مثلا خد 20 وتلوديني على الباقي، خد ما اعرفش كذا وما اعرفش. هي دلوقتي دي فرصتي، ده فرصه التجديد بتاعتي دلوقتي، انا عايز فرصتي. واحد زي محمود فتح الله مسؤول في نادي بيراميدز، ايه شأنك بلعيب في النادي الاهلي ان هو يحترف ولا لا؟ ورد عليك اسلام الشاطر قال لك طب ما بيرستاوي يحترف، وعلي معلول يحترف، والشناوي يحترف، والفرقه كلها تستحق الاحتراف الخارجي. انت مالك ومال اللعيبه بتاعتنا؟ تحريض علني للاعب علشان يترك النادي الاهلي ويسلك مسلك الاحتراف. لو في قيمه ماليه كبيره، لو في عقد يستحقه اللاعب، على الرغم ان النادي الاهلي في أحقية لكل لاعب عنده، والنادي الأهلي بيشارك في بطولات عدة، فمحتاج إن هو كمان مش للعيبة دي لا ده كمان يدعم ويجيب عليها، علشان النادي الأهلي محتاج لعدد كبير من اللعيبة لكم البطولات اللي بيشارك فيها، بالإضافة لمشاركات اللعيبة الدولية مع منتخبات بلادها. أما الشق الثاني وهو فتوح، أنا عايز أقول لإبراهيم فايق ومسؤولي نادي الزمالك وكمان فتوح ان فتوح موقع للنادي الاهلي، بس موقع رغبة انضمام، والرغبة دي يعني ممكن تكون لم تكن في حال لما اللاعب يقرر ان هو ينتقل لنادي اخر، هيقول للنادي الاهلي خلاص الرغبة اللي معاكم دي قطعوها، زي ما حصل مع لعيبة كتير يعني كانت متواجدة في النادي الاهلي من نادي الزمالك ووقعت رغبة انتقال، من ضمنهم شيكابالا ومن ضمنهم مدحت عبد الهادي ومن ضمنهم اينو ولعيبه كتير، لا مش اينو، في لاعب تاني مش فاكر اسمه دلوقتي، ولكن في لعيبه كتير جت ووقعت، ومدحت عبد الهادي وبشير التبعي، ففي ناس كتير ولاعيبه كتير جم ووقعوا للنادي الاهلي، ولكن بعد توقيعهم قالوا للنادي الاهلي خلاص احنا وقعنا مع نادي الزمالك، احنا وقعنا مع فريق اخر، فخلاص بتتمسك العقود يا اما بتتسلم للاعب يا اما بيتم تمزيق العقود دي كانها لم تكن في اتفاق جنتلمان ما بين اداره النادي الاهلي وما بين اي لاعب بيتواجد في النادي الاهلي. فموضوع الرغبه هو موقع للرغبه من وقت ما مرتضى منصور طلع وقال ان هو بينام مع الستات وان هو بيتعاطى مش عارف ايه، والحاجات اللي حضراتكم عارفينها وعلقنا عليها في وقتها. لكن فتوح بيضع العقدة في المنشار لنادي الزمالك، هتدفعوا لي اكتر. هو دلوقتي الامر كان فين؟ الامر كان انه عايز ياخد زي زيزو، ولكن الامر دلوقتي تطور. انا دلوقتي لاعب فريق، يعني انا مش هكبدك ان انت تروح تشتريني من لاعب من فريق اخر. يعني حتى لما هو بيقول لنادي الزمالك كده وخاله بيتفاوض على هذا الاساس، بيقول لهم انا لاعب فري، انت لو هتشتريني من نادي اخر اعتبر ان انت هتشتريني من نادي اخر، هتدفع فيا كام؟ انا استحق كام؟ انا عايز زي زيزو بالاضافه للمستحقات المتاخره بتاعتي، والمستحقات المتاخره تيجي الاول وبعد كده اخد مقدم تعاقد واضمن فلوسي انها هتيجي في يوم من الايام، ما بصش يقولوا لي لا بكره لا بعده
ويبقى ليا مستحقات يعني لدى نادي الزمالك، ونادي الزمالك مش راضي يدفعها لي. فانا محتاج ان انا اضمن حقي، واللاعب عنده حق، لان بياخد 5 مليون، عقده ب5 مليون ولا ب6 مليون ولا ب7 مليون، ده كلام فاضي يعني لا يليق بيه. ففي تطورات في دخول بيراميدز للامر، بس بنسبه مثلا 30% 40%، ونادي زاد نفس الامر، ولكن اللاعب متفق مع النادي الاهلي على كل حاجه. وده كلام امير هشام لما يعني قال، انا بقول المعلومه 100%، حصلت جلسه وحصل توقيع، مش حصل اتفاق، جلسه وتوقيع. اذا فتوح لو خد كاشات من نادي الزمالك هيستمر. لو وزير السويسي ادى من فتح خزنه الدوله كده وخد ادي فتوح، هيقعد الراجل، مش فارقه في دماغه. لكن هو الراجل دلوقتي بيدور على سي في، وبيدور على بطولات، وبيدور على انجازات، وبيدور على مسلك يخليه يروح للنادي الاهلي، بس من الباب الواسع. انت ما جددتليش، ما عرفتش تديني فلوس، فانا قررت ان انا امشي. بس دي الحكايه من البدايه للنهايه. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.